السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني قد الدنيا والله العظيم. معلش لو بتاخر عليكم، بس انا الصراحه ماليش نفسي ان انا انزل حاجه خالص. انا مصوره حاجات كتير جدا وماليش نفسي ان انا امنتج ولا انزل اي حاجه خالص. معلش استحملوا، النهارده الفيديو طويل شويه، بس عشان انتوا وحشني وانا عايزه ارغي كتير يعني. النهارده هنعمل سمك، هنعمله بطريقه حلوه قوي قوي. اتفرجي الفيديو كده للاخر. طريقتي هتعجبك قوي في السمك. انا معايا 2 كيلو سمك، هو 2 كيلو وربع بالظبط يعني. معايا كيلو، جبت اللي هو البولتي ده كيلو، تمام. واللي هو سمك التونة او المكاريل ده، يعني جم 3 سمكات دولت كيلو وربع يعني، تمام. ما علينا بالوزن السمك يعني. انا عايزه اقولك الطريقه بتاعته هتعجبك قوي قوي. انا غسلاه ومنضفاه جدا جدا، وشايله الحاجات اللي هي بتبقى في الدماغ دي او في راس السمكيه دي. في السمك البلطي او السمك اللي هو التونه او المكريل ده، انا شايله النغاشيش والحاجات اللي بيقولوا عليها ديت اللي في الراس دي. انا ما شلتش الراس كلها عشان شكل السمكيه، مش اكتر. هي كده كده السمكيه اصلا يعني ايه، الراس مش بتتاكل، كده كده بتترمي يعني. بس انا سايباها عشان شكل السمكيه، بتدي شكل كده حلو للسمكيه، تمام. شايله كل اللي فيها وغسلاه كده عادي خالص. غسلت تحت حنفيه بميه كده كتير، ميه جاريه كده حلوه قوي. ما غسلتوش لا بخل ولا بملح الحاجات دي عشان مش عايزه اهريه. معايا التوابل بتاع الخضار بتاعنا ده يا جماعه، اللي هحطه سوري لو متلخبطه، انا اصلا مش مجمعه اصلا يعني. معايا كزبره خضراء، معايا جزر. الجزر ده بيدي تسكيره حلوه قوي قوي يا جماعه للسمك والحاجات كتير قوي. معايا بصل، فلفل الوان زي ما انت عايزه طبعا، طماطمايه، تمام. معايا توم، انا فرماه هنا عشان هستخدمه في كذا حاجه. انا فرماه مع قرن فلفل صغير. وحطيت كده التوابل بتاعتي اللي هو الثلاث بهارات، اللي هو فلفل اسود، كمون، كزبره. وحطيت قرن فلفل حامي كده صغير، تمام. معايا هنا الجزر ده انا مقطعاه كده مكعبات. ومعايا البصل ده مقطعاه كده برضو. والليمون ده انا هستخدمه. ومعايا القوطه دي انا ضربها في الخلاط، حطيت سنه صغيره سكر عشان تعادل الحموضه بتاعه القوطه. هعمل الرز النهارده بطريقه جميله جدا هتعجبك قوي قوي، تمام. جبت هنا الطبق الكبير البلاستيك ده، هحط فيه كل الخضار بتاعنا. الخضار ده اختياري، بس انا بحب الخضار ده اولا بيزود القيمه الغذائيه، بيدي طعم حلو جدا جدا للحاجات يعني، الحاجات اللي بتستخدميها سواء كانت مثلا سمك او اي حاجه كده. انا الكزبره جربيها، الكزبره وهم في السمك التونه ده والمجريل. حطيت يعني سنه حلوه كده، معلقه، نص معلقه كده يعني توم مفروم على التوابل، على الخلطه اللي انا حطاها دي. التوابل بتاعتي بس انا حاطه فلفل اسود، حاطه ملح، حاطه كمون وكزبره بس، مش حاطه حاجه تاني، تمام. اقولك تاني الخلطه بتاعتي دي اللي احنا اتلخبطنا فيها، هي دي التلات بهارات بتوعتي انا حطاهم على بعض. انا عايزه طعم السمك يبقى واضح، مش عايزه احط حاجات كتير قوي قوي، تمام. هحط بس ملح، ملح طبعا حسب مزاجك. احنا مبدئيا نحط سنه كمان ملح. احنا مبدئيا ما بنحبش برضو الاكل بيبقى حادق قوي يعني، نحب الاكل كده يكون مظبوط ملح او اقل من المظبوط شويه كمان في الملح. الخلطه بتاعتي دي ايه يا بنات؟ عشان اتلخبطت فيها كذا مره. هعصر عليها ليمونه بس كده، ماشي. الخلطه بتاعتي دي ايه يا بنات؟ انا حاطه فلفل الوان اللي هو اصفر، احمر، فلفل رومي اخضر، حاطه جزريه مبشوره، حاطه كزبره خضراء بتدي طعم تحفه تحفه وريحه حلوه جدا جدا في السمك. السمك بانواع، سواء كان مكاريل او قراميط او اي سمك يعني، بوري، حاجات كده. وحتى بصلايه طبعا متقطعه، ده اساسي، وطماطمايه، تمام. بعصر كده الطماطمايه كده كويس. لما بتعمليها بالطريقه دي بتنزل كل اللي في الليمونه، فاهماني؟ لما تحطيها كده على جنب المعلقه وتعصريها كده، بتنزل كل الليمون اللي في الليمونه، تمام. شيلي بس منها البذر علشان ايه ما يمررش. اولا الخلطه دي على فكره احنا بناكلها يعني، ده خضار نضيف انت غسلاه ومقطعاه. انا بشيل بس البذر عشان بيخلي تاكليه كده بيبقى مر يعني. انا عيالي بيحبوه قوي، يحطوه على الرز وبياكلوه يعني، تمام. كده كده احنا بنحط الليمونه على يعني على السمك نفسه، بنعصر عليه ليمون. بس انا بحط كده ليمونيه كده مع الخلطه، بتدي طعمها حلو قوي. معايا هنا الصينيه دي هحط فيها السمك اللي هو التونه او المكاريل بتاعنا.
تمام. انا عايزه احشي السمكيه، يعني عايزه السمكيه كده احشيها. تحشي كده بطنها كلها كده. عايزه اقولك وهي في الفرن ريحتها بتبقى تحفه، ولما بتطلع بقى طعمها بيبقى بألف هنا وشفا عليكي. طبعا تحفه تحفه، طعمها حلو جدا، والسمك مفيد جدا يا بنات لولادنا، وخصوصا السمك المكاريل ده، يعني عايزه اقولك مفيد جدا جدا يعني. انا بحشيها كده كلها، بملى بطنها كده خالص. تمام، تخلصي كله طبعا كده. ولو اتبقت معاكي حاجه من الحاجات دي هتحطيها طبعا على وش الصينيه كده، او على وش السمك كده من فوق، بيبقى حلو قوي يعني. بصي يا بنات، دول عارفين اللي هي السمك ده بيبقى فيه زي بطروخ كده، بيبقى حلو قوي قوي يعني. انا غسلاه ومنضفاه طبعا، بيبقى طعمه حلو قوي قوي. لو انت طبعا ما جربتوش عايزاكي تجربيه، او لو انت مش حابه تجربيه طبعا يرميه يعني عادي، بس هو بيبقى طعمه الصراحه بيبقى طعمه فظيع يعني. هما الثلاث سمكات بتوعتي. انا على فكره مش بكترش في السمك قوي. السمك احنا بنات بناكل السمك خلاص يعني، اللي بقى ما يعني لو بات السمك عندنا بيتاكل، بس يعني ايه يعني الحمد لله مش بنرمي حاجه، بس لو يعني ما بيبقاش طعمه حلو الصراحه من الاخر يعني. وانا كنت عاملاه عشاء، فيعني ايه ما كنتش عايزاه يعني يبات، وفعلا احنا ما بنكترش في السمك خصوصا بالليل. حط كده شويه ميه صغننين قوي، حطيهم طبعا في الطبق اللي انت بتستخدميه ده عشان تنزلي بقيه التوابل والخلطه بتاعتك دي وكده يعني، فاهماني. احط كده شويه زيت بيخلوا يحمروا كده وش السمكيه، بيخلوا يعني لونها حلو قوي. كده خلاص خلصت طبعا، كده هتروح على الفرن على طول. تحفه تحفه، وطعمها وريحتها تحفه. هنيجي كده، انا بصي انا الاول جبت السمك يعني نضفته وتمام التمام، وغسلته كده وعملت الخلطه بتاعته وعملته الاول، وبعد كده اعمل لي بقى الرز، اعمل لي السلطه كده يعني. ابتدي بالسمك الاول عشان ياخد وقته في التتبيله. تمام. انا بفتحها كده علشان خاطر يعني التوم كده والتوابل بتاعتي تخش كده فيها. آه بتدي طعم حلو قوي قوي، وكمان تاكد ان السمكيه كده استوت يعني. انا عايزه اقولك ان هي اصلا في حد في ولادي ما بيحبش السمك البلطي، وفي حد ما بيحبش السمك الماكريل، فانا ما بكترش لا من ده ولا من ده يعني. اهم حاجه ان هو ياكل سمك، مش مهم بقى اكل تونه اكل بلطي، اهم حاجه ان هو ياكل يعني. انا ما بفتحهاش جامد، انا بفتح كده يعني ايه، يعني عارفه انت يعني شرخ بسيط كده سطحي كده. فاهماني. في طبعا في كل السمكية افتحي مثلا ايه، يعني اعملي مثلا فتحة 2 كده زي ما تحبي يعني. بس هي فعلا ده ما بيخليهاش تاخد وقت على النار، وبيخليها تستوي اسرع. انا بحب السمك قوي قوي، وبحب معاه السلطات قوي يعني السمك ده عندي اساسي، سلطة الطحينة اساسي، والسلطة الخضراء طبعا. ودول سمكتين كده صغيرين،
اللي هو بتاع السمك يعني، عمل لي بيهم الميزان، يعني كان الميزان ناقص حاجه بسيطه. حتى هو ما كانش عايز يعني، قال لي لو انت مثلا عايزه يقلل لي مثلا في سعر السمك فانا قلت له لا عادي مش مشكله احطهم، بس فعلا كانوا انا بحبهم بيبقوا ناشفين وبيبقوا حلوين قوي كده لما بيتقلوا يعني. ده توم، انا مش هحط التوم كله عشان ما ازفروش، عشان لسه هعمل منه الطحينه. بعصر عليه طبعا ليمونه كده او نص ليمونه زي ما انت عايزه طبعا. انا عصر عليه يعني، انا حاطه عليه توابل. تمام. لو انت عايز تزودي مفيش مشكله، بس انا حاطه عليه توابل. التلات توابل بتوعي اللي انا بحبهم على طول وبفضلهم في كل الاكل، اللي هو ملح، كمون، كزبره. بس هتيجي هنا كده تحط طبعا في بطنها. الكلام ده للبنات الصغنطاطين خالص، اللي هم لسه بيخشوا المطبخ، او العرايس اللي هم الجداد. لازم كلها كده من جوه يبقى فيها توم. تمام. ومن بره كمان. بس تلاقي نفسك كده تلقائيا كده وانتي بتحطي التوم كده من بره، تبص تلاقيه بيخش جوه الفتحات بتاعه اللي انتي فاتحاها في السمك. كده بيبقى طعمه تحفه تحفه. شايفه؟ مبدئيا السمك يعني توم على فكره يعني، خصوصا السمك البلطي ده. انا غسلاه طبعا من جوه منضفاه. لان السمك غسيل، اهم حاجه في السمك انت تغسليه كويس قوي قوي. مش بحط توابل كتير، مش بحط بهارات كتير، عشان انا ببقى عايز حاجه تضيع لي طعم السمكيه يعني. وتدخلي كده في الفتحات بتاعه اللي انت فتحها كده في السمك التوم، بيدي طعم تحفه. تمام كلها كده. والسمكات الصغننين برضو ما ننساهمش يعني. بس السمك الصغنن ده متفتحوش يعني، ده عشان انا يعني السمك البلطي ده كبير فعلا، فالسمك الصغنن ده متفتحوش طبعا، لو فتحتها يتبهدل. كده خلاص بسيبهم طبعا في التتبيله كده شويه، مثلا ساعه نص ساعه. يعني هو اطول فتره ممكنه ان انت ممكن تسيبي فيها السمك بيبقى احلى يعني، ممكن تسيبي ساعه ساعتين تلاتة كده، بيبقى احلى كتير قوي طبعا يعني. هنا انا هعمل الرز. انا حاطه هنا معلقه سمنه. هعمل الرز. هحط طبعا التوم الاول، البصل قصدي، سوري. هحط البصل الاول خالص. جربي طريقه الرز ده تعجبك جدا. انا مش عايزه البصل يتحمر، انا عايزاه يدوب يدبل كده. هحط كده عليه سن التوم من اللي انا فرماه، يعني نص معلقه كده مش كتير. مبدئيا انا مش عامله رز كتير يعني، انا مش عامله كيلو الرز. تمام. هتقلبيهم كده طبعا مع بعض كده تقلبتين، التوم مع البصل. وتنزل طبعا عليهم بالجزر، تقليبه واحده كده الجزر. بس كده تقليبه واحده، وانزلي بقى بالرز. الرز ده انا غسلاه وسايباه في المصفى يتصفى من اول ما بدات ان انا اعمل الاكل. انا بحب احضر كل حاجه وامسك الموضوع كده مره واحده، يعني بحضر الخضار بتاعي، بحضر الرز، بحضر اي حاجه انا هعملها، وابتدي كده ورا بعض ورا بعض كده، بيبقى بيديني وقت يعني ان انا اقل يعني بنجز بسرعه. تمام كده.
تقليبه كده عشان الرطوبه بتاعه الرز، لان انا طبعا غاسله الرز، طبعا الرز فيه مهما يتصفى بيبقى فيه نسبه رطوبه كده. تقليبه واحده كده عشان ما يبقاش فيه رطوبه ويتعجن مني. البهارات بتاعتنا التلاته اللي بقول لكم عليهم، وانا مش مكتره طبعا. ملح، ملح ده حسب ذوقك انتي. وهنا طبعا القوطه اللي انا ضربها في الخلاط عليها سنه صغيره سكر بس. تمام. تمام كده، هتقلبيهم كويس. طبعا محتاجين ميه، تزودي عليهم ميه. زي الرز العادي يعني، حط كميه الميه زي ما تكوني بتعملي رز عادي يعني، مكتريش. ده طبعا فلفل، عشان انا ضربت كده الثوم في الخلاط حطيت معاه فلفل. ده طبعا حته فلفل اللي هو الشطه ده، فانا طبعا هشيلها يعني، مش هسيبها كده في الرز. تمام. هيغلي غلوه، ابتدي مثلا كده تشرب نص تشريبه كده، وطي عليه. انا كنت هعمل السلطه بس حبيت اعرفكم ان انا بحط مكونات ايه في السلطه. والسلطه دايما بحب ان انا اعملها كتير قوي، وبحب كده ان انا يعني بحط كميه حاجات فيها يعني حلوه يعني. لما يغرقش شويه دول هيعملوا طبق كويس جدا يعني. يعني هيعملوا طبق سلطه محترم. طبعا الخضار غسلاه كله ومنضفاه. ده نص فلفلايه رومي حمرا، ونص فلفلايه صفرا، وفلفلتين طبعا رومي عشان الرومي ده كان عندي اكتر، اللي هو الرومي الاخضر يعني. القوطه طبعا غسلاها ومنضفاها وشايله اللي هي الوش ده بتاعها. تمام. 2 حلوين زي الفل. نص بصلايه، خيارتين. انا بغسل الخضار كده وامسكه كده مع بعض كده، اقطعه في دقيقه بكون مخلصه السلطه. بصوا يا جماعه، ده كرات كان عندي، ودي كزبره الخضراء، وده كرات. انا غسله طبعا. الكرات ده لازم تغسليه كويس قوي قوي، لان جوه كده بيبقى ليه زي تجويفه كده. جوه بيبقى مالي طينه يعني، معبي طينه كتير جدا، التجويفه بتاعت الكرات اللي جوه دي. انا شايله طبعا عارفين انتوا اللي هو الديل بتاعه كده بيبقى مصفر، انا شايلاه وغسلاه كويس جدا. في التجويفه دي بقولك بيبقى مليان طين. تمام. نبتدي نعمل السلطه مع بعض كده بسرعه. السلطه دي مفيده جدا جدا. انا حاطه طبعا جزر في الرز، حاطه حاجات كده في السمك، بس انا السلطه دي اساسي. اقطعها كده بسرعه على طول. انا كده وانا بغسله كويس قوي، وعلى الحوض كده بنضف طبعا حاجات السلطه كده. طبعا انا بحب السلطه اقطعها تقطيعه صغيره يعني، مش بحب التقطيعه الكبيره. مع ان في ناس كتير قوي بيقولوا لي يعني لما تقطع السلطه كده قطع كبيره بتبقى افيد، بس انا لا، بحب كده التقطيعه الصغيره كده يعني. بحس ان هي شكلها احلى يعني، خصوصا التاكليه كده في المعلقه بتبقى يعني مش منعكشه كده. الفلفل طبعا ده مفيد جدا، الفلفل الالوان ده مفيد جدا جدا، وفيه مضادات اكسده ومفيد، كله فيتامينات. فحاولي على قد ما تقدري ان انتي يعني. والله انا جبت ربع كيلو عملت منه السلطه، عملت منه السمك. انت متخيله؟ هو مش رخيص بس هو حلو ومفيد يعني. يعني انا جبت ربع كيلو ب6 جنيه، يعني الكيلو ب24، يعني في الفريتين ب6 جنيه، بس مش مشكله يعني.
لما تحطي الوانات كده كتير في السلطه العيال بيحبوها اكتر، بيعجبهم شكلها اكتر. هو انا كده كده الحمد لله ولادي بيحبوا السلطه يعني، وانا كتير بعملها طبعا يعني تقريبا يعني كل يوم او كده يعني. بس لما تحطي الوان كتير كده بيبقى شكلها حلو قوي، شكلها فعلا بيفتح النفس. على قد ما تقدري حببي عيالك في السلطه، وعلى قد ما تقدري يعني نوعي في السلطه وزودي فيها كل الخضار يعني. يعني زودي فيها كل الخضار اللي تلاقيه عندك حطيه، فاهمه؟ ممكن تجيبي خضار كميات قليله لطبق سلطه ده بالتحديد يعني، هاتي خضار كميات قليله وزودي فيه. البصل مفيد جدا يا جماعه، جدا جدا، خصوصا في الجو ده. التوم مفيد جدا، التوم ده اصلا مضاد حيوي ومفيد جدا جدا. الخضار الفلفل مبدئيا جميل، يعني متحرميش عيالك من طبق السلطه ده يعني بجد يعني. يعني عندي ناس كتير قوي صحابي كده وقرايبي ما بيعملوش سلطه اصلا يعني الا لو في عزومه او كده. بتقولي العيال ما بياكلوهاش ليه؟ ما بياكلوهاش ليه؟ ما هو المشكله فيك انتي يعني، مفيش حاجه اسمها ما ياكلوهاش يعني، متخافوش انا مسيطره يعني. لا بجد يعني الحاجه المفيده ليه اللي العيال ما ياكلوهاش يعني. يعني انا مهما عملت طبق السلطه ده كبير بيتاكل في وقتها، واحنا قاعدين مثلا بنتغدى بنتعشى طبق السلطه بيتاكل في وقتها، ولو عملته 3 4 مرات في اليوم بيتاكل في وقته. يعني عملته كبير عملته صغير بيخلص في وقتها. يعني اوقات كتير ببقى عايزه اشيل طبق كده مثلا للفطار بدل ما اعمل الصبح. لا ما بيتبقاليش طبق للفطار، اطلعه كده جنب مثلا الفول الطعميه، ما بيتبقاليش طبق اشيله الصبح. بالهنا والشفا طبعا. آه يعني لما تحط لهم الحاجات المفيده دي طبعا يعني انت بتغذيهم، بتغذيهم بتقوي مناعتهم. الجو اللي احنا فيه ده غريب اصلا يعني، وياكل شويه تتعب. بص طبق سلطه ما شاء الله، شايفه شكله عامل ازاي؟ يعني حاجه كده لا تقاوم يعني. حط طبعا عليه ليمون، عصرت كده ليمون عليه. طبعا لازم تشيلي منها البذر. احط سنه ملح وبتاع بهارات بتعوتي، انا هحط حاجات قليله خالص. حطي كده شويه زيت صغيرين. يا جماعه معلش انا ما بحبش زيت الزيتون. مش بحب، انا عندي زيت زيتون بس مش بحب زيت الزيتون يعني. حطيت شويه خل كمان، انا حاطه ليمون بس حطيت سنه صغيره خل. مش بحب استخدم زيت الزيتون لا في اكل ولا في سلطه، ما اعرفش بحس كده طعمه في حاجه كده ولا. مع ان انا بجيب زيت زيتون نوع كويس بس لا مش بحبه خالص في الاكل. مش عارفه بقى يعني دي مشكله فيا. حتى لما انا كنت بحاول ان انا احطه عشان هو مفيد طبعا اكتر من الزيت العادي بتاعنا ده، كانوا بيقولوا في طعم غريب في السلطه، فمش بحطه. هنا طبعا الطحينه. الطحينه دي انا كنت عاملاها يا بنات في القناه. كل ما بتخلص بعمل بحط يعني بعمل برطمان تاني يعني، كل ما اعمل برطمان واخلصه اعمله تاني. هي اصلا مش مكلفه خالص وبتبقى حلوه جدا يعني بدل ما اشتريها. الخلط طبعا نضيفه ناشف. هحط طبعا الطحينه حسب الكميه اللي انتي عايزاها. ولما بتبقى انا بقول لكم بحب الحاجات دي، الطحينه والسلطه دي على الفطار مع الطعميه السخنه كده يا نهار ابيض. هحط شويه خل. حط كده الطحينه وخل وملح. تمام. دي التوابل بتوعتي اللي هما 3 بهارات بتوعتي. والاساس طبعا انت المفروض تكتري الكمون اكتر شويه، بس انا حاطه 3 بهارات اللي عندي حطاهم على بعض كده وبستخدمهم يعني. وحط توم
طبعا لازم طحينه يعني توم وشويه ميه. حط طبعا كل بقيه التوم لان انا خلصت الاكل مش هعمل بيه حاجه، والشويه دول يعني هخليهم لايه دول. زودت طبعا الطحينه شويه عشان انا بقولك يعني ايه، هي كده كده الطحينه موجوده عندي، ولو قعدت بتبقى حلوه يعني، بستخدمها الصبح كتير قوي يعني. حطيت طبعا شويه ميه. ما تحطيش زيت لان الطحينه معموله بزيت يعني، في ناس بتحط زيت، ليه زيت؟ ما الطحينه اصلا اساسها الزيت يعني. بس كده، وبشغل عليها الخلاط لغايه ما بتخلص يعني. في ناس بتقلبها على ايديها بس الخلاط بيديك نتيجه احسن واسرع، فاهماني؟ هي اصلا دي بتكون خلصانه. تمام كده، احط كده في الطبق. خلاص كده، خلصت الطحين طبعا وركنتها كده. وادي الرز اهو خلص. بص الرز طلع مفلفل وجميل ازاي ولونه جميل ازاي. الجزر مستوي، متخافيش من الجزر مستوي. هقلي طبعا السمك اخر حاجه لان ده بعمله اخر حاجه خالص، هو ده اللي باقي يعني. هحط طبعا في الطبق ده الدقيق. انا حاطه كده في البرطمان ده دقيق، بستخدمه في الحاجات دي. هو نضيف يعني بس انا بستخدمه يعني، فاهمه؟ بدل ما اخليه في الكيس او كده، حاطه كده في البرطمان ده الحاجات دي. انا مش بملاه دقيق قوي، مش بحب الدقيق قوي، ما بحبش كمان طبق بيعمل طبقه قشره كده كبيره، لا مش بحب كده. تمام كده، وبنفضه كده، ما بخليش فيه دقيق خالص يعني اللي هو زياده. انا خليت طبعا السمك ده اخر حاجه عشان يبقى سخن على طول، وعشان ياخد وقت في التتبيله يعني. يعني انا عايزاكي بدل ما تجيبي نوع واحد سمك وتكتري مثلا 3 4 كيلو كده او 2 كيلو، لا، يعني هاتي 2 كيلو مثلا، او هاتي نوعين 3 سمك وشكلي فيهم، يعني مثلا من كل نوع كيلو مثلا، فاهماني؟ يعني انا ما بكترش السمك ده، ما بجيبش مثلا 3 كيلو من كل حاجة او كده الا لما يكون عندي عزومة. يعني انا عملت قبل كده عزومة من كل انواع السمك، كنت جايبه مثلا 2 3 كيلو كده، فيديكي طبعا عزومة، انت عاملة عزومة يعني. انما انت وعيالك هاتي شكلي، فاهماني؟ شكلي وهاتي من كل نوع وحبيبيهم في السمك، لان السمك ده مفيد جدا يعني. يعني في ناس تجيب لي 2 كيلو 3 كيلو بس من نوع وخلاص كده، لا ليه يعني؟ طبعا حطيت هنا صينيه كده عشان اقلي فيها السمك، وحطيت فيها زيت. انا ما بكترش الزيت يا جماعه قوي في موضوع ان انا بقلي يعني وانا بقلي كده، لان اللي بيتبقى برميه. يعني انا في ناس بتقولك شيليه في حاجه عشان تعملي بيه سمك المره الجايه، لا، انا برميه. ما ينفعش ان انا اشيله كده طبعا بريحته بكده، انا اعمل فيه سمك المره الجايه، انا مش عارفه المره الجايه تكون امتى يعني، ولا حتى بعد اسبوع مثلا. ما انت مش كل ما تعملي سمك، فطبعا اللي بيتبقى كله انا برميه. تمام. متقعديش تقلبي فيها غير لما تحسي ان هي الناحيه اللي انت يعني اللي من تحت احمرت، فاهماني؟ انا مهديه النار مش موطياها، لكن مهدياها شويه عشان يستوي. تمام كده.
طعمه عايزه اقولك وريحته، يعني ريحته جايبه لاخر الشارع. يعني اللي هيتبقى الزيادة يعني هتشيليه في ايه بقى بالله عليكي؟ يعني بشكله ده هتشيلي في ايه؟ تمام كده. خلاص دي اللي باقيه، وخلاص كده هنغرف. طبعا الرز طلع تحفه، والسلطه طبعا جميله بمنتهى الجمال. الرز طلع مفلفل وتحفه، والجزر يا جماعه والله بيديه يعني طعم حلو جدا، وبيزود القيمه الغذائيه اللي فيه. والسمك طالع تحفه. اتمنى الفيديو يعجبكم، وياريت لو الفيديو عجبكم ياريت لايك. شايفه السمك تحفه. دي طبعا البطارخ بتاعت اللي قلتلك عليها. شايفه الجمال، ومستوي جدا على فكره. ومبدئيا مستوي يعني انا منشفاه قوي، لاني اصلا يعني جوزي والولاد بيحبوا الاكل يعني يكون مستوي وناشف قوي، فاهماني؟ انا ما بحبوش كده الحاجه تبقى طريه كده ومرهرطه كده، سوري يعني. لا، بحب اكون يعني مستويه وناشفه كده. شايفه شكله عامل ازاي؟ يعني حاجه لا تقاوم. والبولت كمان تحفه.